وصفتي النهاردة هي واحدة من وصفات الفول الشهيرة في مصر. وصفتي النهاردة هتكون من المطبخ المصري. وصفتي النهاردة وصفة مصرية جبارة. وصفتي النهاردة هتكون البصارة. هي البصارة دي من جدودنا. الحقيقة هي من أيام الفراعنة، لقوها مدونة كده على جدران المعابد. طيب، البصارة من الأكلات كمان الشعبية المصرية. تعالوا مع بعض أوريكم البصارة المصرية بنعملها ازاي. هنجيب حلة على النار ونسخنها كويس جدا، ونحط فيها معلقتين من الزيت، وننزل عليها ببصلية متوسطة متقطعة 4/4. مش مهم الشكل خالص في أي حاجة هنحطها، عشان في الآخر كله هيتضرب. وأول ما تصفر هننزل عليها بكام فص من الثوم الصغيرين، واول ما ريحته تطلع هننزل عليهم بربع كيلو من الفول المدشوش مغسول كويس جدا ومنقوع قبلها بليلة. هناخدهم تقليبة مع بعض كلهم مع بعض، وبعد كده هنغطيه بس بالمية المغلية. هنغطيه بس، مش عايزة مية كتير علشان البصارة ما تطلعش خفيفة في الاخر. هنيجي بقى للخضرة، وهجيب بقى حزمة من البقدونس وحزمة من الكزبرة الخضراء وحزمة من الشبت. هنجيب البقدونس هنقطعه اي تقطيع عشوائي برضو، مش هنقطعه تقطيع معينة. وهنجيب حزمة من الكزبرة الخضراء، وهسيب في الاخر شوية من الكزبرة الخضراء او من اوراق الكزبرة الخضراء، هقطعه صغير جدا عشان الطشة في الاخر. وحزمة من الشبت وبرضو هقطعه اي تقطيع عشوائي. هحطهم على الفول اول ما الفول يستوي. انا ما بحطهمش من الاول عشان لونهم ما يروحش خالص مع الفول وتسوية الفول، لا انا بحطهم في الاخر خالص عشان يحتفظوا بلونهم. وبحطهم مع الفول وبسيبهم بس يعني اكتر حاجة ربع ساعة، مش اكتر من كده، عشان الخضرة تحتفظ بلونها. تعالوا بقى نروح نشوف الفول. اول ما نلاقي الفول استوى بالشكل ده بجد داب، يعني اول ما استوى كده هحط الخضرة، وهحط عليهم كم ورقة من ورق النعناع الاخضر. برضو بيدي طعم حلو جدا. هما كام ورقة بس، لان في الاخر انا هحط برضو رشة من النعناع الناشف. وهغطي عليها من 10 دقايق لربع ساعة بس. وبعد كده هجيب بصلاية متوسطة وهقطعها ترانشات عشان احمرها لوش البصارة. هجيب بقى كسرولة او طاسة او اي حاجة، واحط فيها شوية من الزيت صغيرين واحمر فيها البصلة. وعقبال ما البصلة بتتحمر هجيب بقى الهاند بلندر واضرب البصارة كويس جدا. لو ما عندناش الهاند بلندر ممكن نستخدم الخلاط، بس هنسيب البصارة تستهدى شوية، ما نحطهاش سخنة، او كمان ممكن نستخدم الكبة. اي حاجة متوفرة هتقضي الغرض. بعد كده بقى هنبهرها، هنحط عليها معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من الكمون، ورشة من النعناع الناشف، ورشة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الملح او حسب الرغبة. هنطلع بقى البصل المحمر وهيكون مقرمش. سامعين صوته عامل ازاي؟ فظيع. هنعمل بقى الطشة هي عبارة عن بصلاية صغيرة هنقطعها صغير جدا، وهحطها في نفس الزيت اللي حمرنا فيها البصل المقرمش. وبعد كده هفرم بقى 3 فصوص من الثوم، واول ما البصل يصفر هنزل عليها بالثوم المفروم. واول ما تطلع ريحته هحط عليها الكزبرة الخضراء اللي كنا شايلينها على جنب، وكنا فرمناها وحطيناها على جنب. وهتسمعوا بقى احلى طشة واحلى ريحة لاحلى بصارة فظيعة. انا هنا الحقيقة مش عارفة اوصف لكم الريحة ولا الطعم في الاخر كان عامل ازاي، ولا الخضار ولا اللون. لا بجد بعد ما يعني ما عملنا الطشة دي بجد فرقت في ريحتها جدا وطعمها وكل حاجة. في الاخر بتلاقي كده قطع من البصل بتكون مسكرة تحت ضرسك، تحفة تجنن. انا قدمتها هنا في طبق كبير، قدموها زي ما تحبوا. ممكن تقدموها في اطباق صغيرة لكل واحد. انا هنا زينتها بالبصل المحمر المقرمش ورشة من الشطة، ودي اختياري لكن فرقت في الطعم جدا، بس ممكن انتوا ما تحطوهاش براحتكم جدا. يا رب الطريقة تكون عجبتكم. هستنى تعليقاتكم وقولولي الطريقة دي عجبتكم ولا لا. هي بجد مش محتاجة غير عيش بلدي سخن زي ده بالظبط كده، وكلوا واستمتعوا بأحلى بصارة هتاكلوها في حياتكم. بجد اللقمة دي يعني فيها كده تناغم فظيع. ما تنسوش البتنجان المخلل يجنن بجد. لازم تاكلوا لقمة من دي وقطمة من ده، رهيب رهيب. يلا هستناكم تجربوها وتقولولي رأيكم فيها ايه، وبألف هنا. باي باي.